في الفترة الأخيرة ومع زيادة الوعي بمخاطر تغيير المناخ، وبقينا كل يومين نسمع عن مؤتمر جديد بيتعمل في حتة شكل عن تغيير المناخ واللي هيعملوا فينا تغيير المناخ، وحاجة حوسة تحس إن كل الدول الكبيرة سايبة اللي وراها واللي قدامها وقاعدين عشان يحلوا المشكلة دي. وأهم سبب أصلا في المشكلة دي هي استخدام الوقود الأحفوري، سواء بقى فحم، غاز طبيعي أو بترول، واللي بالتبعية بيزود نسبة الكربون في الجو، لأن كل أنواع الوقود دي عبارة عن هيدروكربونات، ودي الفئة اللي بتتكون من حاجتين بس، هما ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. هما بيتكونوا من نوعين بس من الذرات، لكن ذرات نينجا قادرة انها تهد الكوكب على دماغنا. وفوق كل القلق اللي مسببه الوقود الاحفوري ده، فهو وقود غير متجدد، يعني ممكن في اي وقت نلاقيه خلص. فكان من الطبيعي اننا ندور على اي مصدر للطاقة يكون متجدد ويكون نظيف. والحقيقة ان في عركة دايرة ما بين عملاقين من مصادر الطاقة دي، هما الطاقة الشمسية والطاقة النووية، لان الاتنين طاقة نظيفة والاتنين مفهومش كربون. بس يا ترى مين فيهم هيكسب المعركة دي؟ اهلا بيكم، انا خالد جاد. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نشوف الطاقة الشمسية والطاقة النووية دول عبارة عن ايه. ببساطة شديدة، الطاقة الشمسية هي الطاقة اللي بنحصل عليها من الشمس، مش محتاجة حاجة يعني. الطاقة الشمسية هي الطاقة اللي بنحصل عليها من الشمس، بس بعد تحويلها لطاقة كهربائية، وده بيبقى عن طريق أجهزة كهربائية. وفي الفترة الأخيرة عدد كبير من البيوت والعربيات وبعض الصناعات بقت تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كامل. أما الطاقة النووية فهي الطاقة اللي بيتم استخلاصها من نواة ذرات المواد المشعة، وممكن يتم إنتاجها عن طريق أكتر من عملية زي الاندماج النووي أو الانشطار النووي. والاتنين بيعتبروا ما بيلوثوش البيئة لأنهم ما بيطلقوش أي غازات ضارة في الجو، ده غير إن الاتنين بينتجوا كميات طاقة لا يستهان بيها. بس خلينا بقى نشوف على أرض الواقع إزاي بيتم إنتاجهم ومين فيهم الأسهل في الإنتاج. لو جينا قارنا وقت المعالجة بشكل عام، أو الوقت اللي هتاخده محطات إنتاج الطاقة سواء الشمسية أو النووية عشان يخرجوا لي طاقة أقدر أستخدمها، هنلاقي إن محطات الطاقة الشمسية بتتبني في وقت أسرع وبطريقة أسهل. فمثلا نقدر إننا نستفيد من محطة بتنتج طاقة شمسية بعد 9 شهور بس، وممكن تزيد في بعض الأوقات. لكن في حالة محطات الطاقة النووية الموضوع هياخد له بالميت 5 سنين، وممكن يوصل ل 30 سنة كمان، يدينا ويديك طول العمر. ومن الأسباب المهمة اللي بتبطئ من بناء محطة طاقة نووية هي القوانين واللوائح الصارمة اللي بتتفرض على المحطات دي، وضيف عليهم الضغط اللي بيحصل من ناس كتير زي السكان المحليين اللي بيبقوا حاسين بالقلق والخطر اللي ممكن يصيبهم من محطات الطاقة النووية. نيجي بقى للتكلفة اللي باينة قوي إنها هتكون أقل في حالة بناء محطة توليد طاقة شمسية. بس خلينا نتكلم أحسن بالأرقام. عشان ننتج 1 ميجا وات في الساعة من الطاقة الشمسية الموضوع بيكلف في حدود $40، وعلى النقيض لو عايز تنتج نفس الكمية من الطاقة النووية هتحتاج $155. وفي ميزة كمان، وهي إن تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية بيقل مع مرور الوقت. يعني مثلا في 2009 كانت تكلفة إنتاج ميجا وات في الساعة من الطاقة الشمسية بيكلف $359، ووصلت في 2019 ل $40 بس. انت متخيل التطور السريع في إنتاج الطاقة من النوع ده تكلفته بتقل بسرعة ازاي؟ أما في الجهة التانية وعلى النقيض في نفس الفترة اللي ذكرناها، ارتفع سعر إنتاج الطاقة النووية من $123 لكل ميجا وات في الساعة وصل ل $155. وعلى أرض الواقع بقى وخلال 30 سنة اللي فاتوا في الولايات المتحدة كلها اتبنت محطة نووية واحدة بس، محطة واتس بار النووية، واللي متكونة من وحدتين، واحدة خدت لها 23 سنة والتانية خدت لها 33 سنة، وزود كمان عليهم مشروعين نوويين جداد بس دول لسه تحت الإنشاء، واللي هم محطة فوجتل ومحطة في سي، واللي خدوا موافقة بالبناء في سنة 2012 من اللجنة التنظيمية النووية. عندك مثلا مشروع فوجتل ده لوحده توقعات تكلفته وصلت ل $25 مليون، بعد ما كان محطوط له في الميزانيه في الخطه الاوليه حوالي $14 مليون، يعني ميزانيته زادت في حدود 75% من اللي كانوا عاملين حسابهم عليها. على الجانب الاخر المشمس، وفي اخر 6 سنين بس، عد بقى معايا كده، اتبنى 57 مشروع للطاقه الشمسيه بقدره ما تقلش عن 100 ميجا وات، ودول اشتغلوا بالفعل، وكمان 14 مشروع جداد بقوه 100 ميجا وات لسه بيتبنوا. لكن برضه بعد كل ده مين فيهم بيقدر ينتج طاقه اكبر بشكل سنوي؟ محطة الطاقة النووية بتقدر تنتج الطاقة طول السنة، لكن محطة الطاقة الشمسية ما تقدرش تعمل ده، ومش هتنتج طاقة إلا إذا كانت الشمس مشرقة. وفي واحدة من الدراسات أثبتت إن محطات توليد الطاقة النووية تقدر تشتغل 341 يوم على مدار السنة، يعني بتشتغل بنسبة 93.5%. وعلى الجانب الثاني مزارع الطاقة الشمسية بتشتغل بنسبة 24.5%، يعني 89 يوم في السنة من أصل 365 يوم، وده لأن الألواح الشمسية مش هتقدر تولد كهرباء إلا لما تكون الشمس موجودة. لكن المبشر في الموضوع إن التطوير والأبحاث شغال على قدم وساق عشان يحسنوا من جودة الألواح بحيث إنها تقدر تنتج أكبر كمية ممكن. وللسبب ده استخدام الطاقة الشمسية بالنسبة لبعض الدول اللي ما بتكونش الشمس موجودة عندها طول السنة مش هي الاختيار الأمثل. بس تفتكر دلوقتي أنهي اللي عامل الأمان فيه أعلى؟
لو جينا نتكلم على عوامل الامان، فمحطات انتاج الطاقه النوويه هي الاخطر، وده بسبب نفاياتها. ومن اهم معوقات وجود وانتشار الطاقه النوويه هو صعوبه جمع النفايات السامه اللي بتنتجها المحطات دي. وضيف على كده كل الانهيارات اللي ممكن تحصل في اي وقت، سواء من خطا بشري زي ما حصل في تشيرنوبل او بسبب كارثه طبيعيه زي ما حصل في حادثه فوكوشيما. وطبعا الحطام النووي المشع مش بس هيأذي القريبين من مكان الاشعاع، لا طبعا ده بيوصل لاماكن بعيده جدا جدا عن المركز، وده لان النفايات اللي بتنتجها المفاعلات النوويه بتفضل مشعه لالاف السنين، ومحدش ابدا يقدر يقلل من خطوره الاشعاعات دي حتى مع التعرض لكميات صغيره منها. اما على الجانب التاني بقى المشمس الحلو، هنلاقي ان الطاقه الشمسيه امنه جدا، وده لانها ما بتنتجش اي مواد ضاره، لا في بقى نفايات مشعه ولا ابخره سامه ولا اي حاجه ممكن تسبب حتى دور برد. طب انهي مشروع بقى فيهم هيعمر اكتر؟ ما هي مش فلوس برضه بتترمي على الارض وخلاص. سهولة إعادة التدوير بتعتبر واحدة من أهم المعايير اللي بيتقيم عليها نجاح أي مشروع في وقتنا الحالي. وهنا هنلاقي إن الطاقة الشمسية صديقة للبيئة من الدرجة الأولى ومتجددة جدا، يعني الألواح بتاعتها بتعيش ما بين 25 سنة ل 30 سنة، يعني نظافة وتوفير واستدامة. ويا سلام بقى لو هتركبه على سطح بيتك هتعيش معاك 30 سنة ولا بتدفع فيها فاتورة كهرباء، ولا هتشغل بالك خالص بحوار الكهرباء هتقطع إمتى ولا هتيجي إمتى، هتبقى برنس زمانك في بيتك. وعلى الجانب التاني هنلاقي إن الطاقة النووية، واللي على الرغم من كونها خالية من الكربون إلا إنها مورد غير متجدد، بمعنى انه لازم يتم استبدال الماده اللي بتستخدم في تغذيه المفاعلات النوويه كل 3 سنين، واللي هي اليورانيوم. وطبعا اليورانيوم ده مورد محدود لانه لازم نستخرجه من الارض. لكن في الطاقه الشمسيه ممكن يتم اعاده تدوير الالواح، لكن الموضوع لسه طبعا تحت مرحله التطوير. واهم جزء بيتم تطويره هو الزجاج، ولان ده بيمثل حوالي 75% من الالواح. وطبعا في المستقبل العمليه دي هتبقى اسهل ومتاحه اكتر، وده هيجنب كوكب الارض من نفايات كتير. وبرضه اعاده تدوير الوقود النووي ممكنه، لكنها مش منتشره قوي. يعني مثلا الولايات المتحده بتنتج اكتر من 2000 طن من النفايات المشعه وما بيتمش اعاده تدويرها. لكن على الناحيه الثانيه فرنسا مثلا بتعتبر هي الدوله الرائده عالميا في اعاده تدوير الوقود النووي، بحيث انها بتنتج 1150 طن من النفايات المشعه سنويا وبتعالج جزء كبير منه. بس هل معنى ان الدوله بتحاول تعيد تدوير المخلفات النوويه كده المشكله هتتحل؟ للاسف لا. النفايات المشعه كل سنه بتتراكم اكتر في كل انحاء العالم، يعني للاسف بيتم اعاده تدوير حوالي 30% بس من كل نفايات الوقود النووي اللي بيتم استخدامه، والباقي بيتم اطلاقه في الغلاف الجوي. ولحد دلوقتي لسه موجود كميات صغيره من النفايات المشعه دي، وطبعا هتفضل مشعه وضاره لمئات السنين الجايه. وهنا يظهر سؤال مهم، يا ترى المستقبل رايح بينا على فين؟ بالنسبة للطاقة الشمسية فهي بتواجه تحديات كتير زي تأثيرها بالعوامل البيئية وانخفاض كفاءة توليد الكهرباء، لكن الأكيد إن محطات توليد الطاقة الشمسية هتشهد تحسينات كبيرة في كفاءة تحويل الكهربائي وكمان تقليل تكاليف التصنيع. وبالفعل وكالة الطاقة الدولية بتتوقع إن الطاقة الشمسية هتسود في كل أنحاء العالم بحلول سنة 2030. وبالنسبة للطاقة النووية فهي كمان بتواجه تحديات كتير، بس أهمها مخاطر السلامة والتخلص من النفايات النووية. وفعلا اتجاهات التطوير ماشية في 4 جوانب رئيسية، أولهم تطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية وتكنولوجيا إدارة النفايات وتكنولوجيا الاندماج النووي وتكنولوجيا السلامه. والوكاله الدوليه للطاقه الذريه هي كمان بتتوقع ان الطاقه النوويه هتبقى واحده من اسرع مصادر الطاقه نموا في العالم، وده خلال ال20 سنه اللي جايين. والخلاصه ومن وجهه نظري اننا ما ينفعش نستسلم للتحديات اللي بتواجهنا مع الطاقه الشمسيه والطاقه النوويه، الاثنين في الاول وفي الاخر افضل من الوقود الاحفوري من حيث تاثيرهم على البيئه واللي بقالنا الاف السنين بنستخدمه. فمهما كان ليهم اضرار فالاثنين هيبقوا افضل وانظف من انواع الوقود اللي بنستخدمها في الوقت الحالي. وقبل ما نقفل اكتب لنا في التعليقات انت شايف من وجهه نظرك مين فيهم فعلا افضل. وبس كده، ده كان كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير، وقولوا لنا تحبوا نعمل لكم مقارنه ما بين ايه وايه في الحلقات اللي جايه. سلام.